وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. Allah bizimle olsun. المختار شيخ الشهداء أسد الصحراء، حارب الإيطاليين وهو يبلغ من العمر 53 عاما، حاربهم لأكثر من 20 عاما في أكثر من 1000 معركة، واستشهد بطريقة بطولية رفعت رأس كل المسلمين. ذلكم هو عمر المختار. نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. شدنا الخطاب في المغرب ثائر، عمر المختار للغزاة قائر، وابن باديسة وأبطال الجزائر في السماء كانوا للعز شموسا. يمنع الأبصار يمنع الحرية يمنع الأبطال. ولد عمر المختار في عام 1861 شرقي ليبيا. تربى يتيما، لذلك كان قد كفله حسين الغرياني، حيث وافت المنية والده المختار وهو في طريقه إلى مكة المكرمة. تلقى تعليمه الأول على يد إمام أحد مشايخ الحركة السنوسية، فدرس علوم اللغة العربية والعلوم الشرعية، وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، ولكنه لم يكمل تعليمه كما تمنى. ظهرت عليه علامات النجابة ورزانة العقل، فاستحوذ على اهتمام ورعاية أستاذه السيد المهدي السنوسي، مما زاده رفعة وسموا، فتناولته الألسن بالثناء بين العلماء ومشايخ القبائل وأعيان المدن، حتى قال فيه السيد المهدي واصفا إياه: لو كان عندنا 10 مثل عمر المختار لاكتفينا بهم. معلم يتحول إلى مجاهد. عاش عمر المختار حرب التحرير والجهاد منذ بدايتها يوما بيوم، فعندما أعلنت إيطاليا الحرب على تركيا في عام 1911 وبدأت البارجات الحربية بصب قذائفها على مدن الساحل الليبي درنا وطرابلس ثم طبرق وبنغازي والخمس، كان عمر المختار في تلك الأثناء مقيما في جالو بعد عودته من الكفرة، حيث قابل السيد أحمد الشريف. وعندما علم بالغزو الإيطالي فيما عرب بالحرب العثمانية الإيطالية، سارع إلى مركز تجمع المجاهدين، حيث ساهم في تأسيس وتنظيم حركة الجهاد والمقاومة، إلى أن وصل السيد أحمد الشريف قادما من الكفرة، وقد أعقبت انسحاب الأتراك من ليبيا سنة 1912 وتوقيعهم معاهدة لوزان التي بموجبها حصلت إيطاليا على ليبيا. أعظم المعارك في تاريخ الجهاد الليبي، منها على سبيل المثال معركة يوم الجمعة عند درنا في عام 1913، حيث قتل فيها للإيطاليين 10 ضباط و60 جنديا و400 فرد بين جريح ومفقود، وذلك إلى جانب انسحاب الإيطاليين بلا نظام، تاركين أسلحتهم ومؤنهم وذخائرهم، وغيرها عشرات المعارك الأخرى التي تكبدت فيها قوات الاحتلال الإيطالي خسائر فادحة. وحينما عين إيميليو حاكما عسكريا لبرقة، رأى أن يعمل على 3 محاور: الأول قطع الإمدادات القادمة من مصر وتصدي للمجاهدين في منطقة مارماريكا، الثاني قتال المجاهدين في العرقوب وسلنطة والمخيلي، الثالث قتال المجاهدين في مسوس وأجدابيا. لكن القائد الإيطالي وجد نار المجاهدين في انتظاره في معارك شخنب وشليظيمة وزويتين في فبراير عام 1914، لتتواصل حركة الجهاد بعد ذلك حتى وصلت إلى مرحلة جديدة بقدوم الحرب العالمية الأولى. الفاشيست والمجاهدون.
بعد الانقلاب الفاشي في إيطاليا في أكتوبر من عام 1922، وبعد الانتصار الذي تحقق في تلك الحرب للجانب الذي انضمت إليه إيطاليا، تغيرت الأوضاع داخل ليبيا واشتدت الضغوط على السيد محمد إدريس السنوسي، واضطر إلى ترك البلاد عاهدا بالأعمال العسكرية والسياسية إلى عمر المختار، وذلك في الوقت الذي قام أخوه الرضا مقامه في الإشراف على الشؤون الدينية. وبعد أن تأكد للمختار النوايا الإيطالية في العدوان، قصد مصر عام 1923 للتشاور مع السيد محمد إدريس السنوسي فيما يتعلق بأمر البلاد. وبعد عودته نظم أدوار معسكرات المجاهدين، فجعل حسين الجويفي على دور البراعصة، ويوسف بورحيل المسماري على دور العبيدات، والفضيل بن عمر على دور الحاسة، والمجاهد المخضرم صالح الطلحي على قبيلة الوطن الشرقي الأصليين، وتولى هو القيادة العامة. وبعد الغزو الإيطالي لمدينة أجدابيا مقر القيادة الليبية، أصبحت كل المواثيق والمعاهدات ملغية، وانسحب المجاهدون من المدينة، وأخذت إيطاليا تزحف بجيوشها من مناطق عدة نحو الجبل الأخضر. وفي تلك الأثناء تسابقت جموع المجاهدين إلى تشكيل الأدوار أي المعسكرات والانضواء تحت قيادة عمر المختار، كما بادر الأهالي إلى إمداد المجاهدين بالمؤن والعتاد والسلاح. وعندما ضاق الإيطاليون ذرعا من الهزيمة على يد المجاهدين، أرادوا أن يقطعوا طريق الإمداد، فسعوا إلى احتلال الجغبوب ووجهوا إليها حملة كبيرة في 8 فبراير من عام 1926، وقد شكل سقوطها أعباء ومتاعب جديدة للمجاهدين، وعلى رأسهم عمر المختار. ولكن الرجل حمل العبء كاملا بعزم العظماء وتصميم الأبطال. لاحظ الإيطاليون أن الموقف يملي عليهم الاستيلاء على منطقة فزان لقطع الإمدادات على المجاهدين، فخرجت حملة في يناير من عام 1928، ولم تحقق غرضها في احتلال فزان بعد أن دفعت الثمن غاليا. ورغم حصار المجاهدين وانقطاعهم عن مراكز تموينهم، فإن الأحداث لم تنل منهم وتثبط من عزمهم، فاشتبك معهم في معركة شديدة في 22 من أبريل من عام 1928 استمرت يومين كاملين، انتصر فيها المجاهدون وغنموا عتادا كثيرا. مفاوضات السلام في سيدي أرحومة. توالت الانتصارات، وهذا الذي دفع إيطاليا إلى إعادة النظر في خططها وإجراء تغييرات واسعة. فأمر موسوليني بتغيير القيادة العسكرية، حيث عين بادوليو حاكما عسكريا على ليبيا في يناير من عام 1929، ويعد هذا التغيير بداية المرحلة الحاسمة بين الإيطاليين والمجاهدين. تظاهر الحاكم الإيطالي الجديد لليبيا في رغبته للسلام، وذلك لإيجاد الوقت اللازم لتنفيذ خططه وتغيير أسلوب القتال لدى جنوده. وطلب مفاوضة عمر المختار، تلك المفاوضات التي بدأت في 20 من أبريل عام 1929. استجاب الشيخ لنداء السلام، وحاول التفاهم معهم على صيغة ليخرجوا من دوامة الدمار. فذهب كبيرهم إلى لقاء عمر المختار ورفاقه القادة في 19 من يونيو من عام 1929 في سيدي أرحومة، ورأس الوفد الإيطالي بادوليو نفسه، الرجل الثاني بعد بينيتو موسوليني ونائبه سيشيليانو. ولكن لم يكن الغرض هو التفاوض، ولكن المماطلة وشراء الوقت لتلتقط قواتهم أنفاسها. وقصد الغزاة الغدر به والدس عليه وتأليب أنصاره والأهالي وفتنة الملتفين حوله. عندما وجد عمر المختار أن تلك المفاوضات تطلب منه إما مغادرة البلاد إلى الحجاز أو مصر، أو البقاء في برقة وإنهاء الجهاد والاستسلام مقابل الأموال والإغراءات، رفض كل تلك العروض، وكبطل شريف ومجاهد عظيم عمد إلى الاختيار الثالث، وهو مواصلة الجهاد حتى النصر أو الشهادة. تبين للمختار غدر الإيطاليين وخداعهم، ففي 20 من أكتوبر من عام 1929 وجه نداء إلى أبناء وطنه طلبهم فيه بالحرص واليقظة أمام ألاعيب الغزاة. وصحت توقعات عمر المختار، ففي 16 من يناير من عام 1930 ألقت الطائرات بقذائفها على المجاهدين. غراتسياني.
دفعت مواقف عمر المختار ومنجزاته إيطاليا إلى دراسة الموقف من جديد، وتوصلت إلى تعيين غراتسياني وهو أكثر جنرالات الجيش وحشية ودموية ليقوم بتنفيذ خطة إفناء وإبادة لم يسبق لها مثيل في التاريخ في وحشيتها وفظاعتها وعنفها، وقد تمثلت في عدة إجراءات ذكرها غراتسياني في كتابه برق المهدأ. أولا، قفل الحدود الليبية المصرية بالأسلاك الشائكة لمنع وصول المؤن والذخائر. ثانيا، إنشاء المحكمة الطارئة في أبريل 1930. ثالثا، فتح أبواب السجون في كل مدينة وقرية ونصب المشانق في كل جهة. رابعا، تخصيص مواقع العقيلة والبريقة من صحراء غرب برقة والمقرون وسلوق من أواسط برقة الحمراء لتكون مواقع الاعتقال والنفي والتشريد. خامسا، العمل على حصار المجاهدين في الجبل الأخضر واحتلال الكفرة. انتهت عمليات الإيطاليين في فزان باحتلال مرزق وغات في شهري يناير وفبراير من عام 1930، ثم عمدوا إلى الاشتباك مع المجاهدين في معارك فاصلة. وفي 26 من أغسطس من عام 1930 ألقت الطائرات الإيطالية حوالي نصف طن من القنابل على الجوف والتاج. وفي نوفمبر اتفق بادوليو وغراتسياني على خط الحملة من أجدابيا إلى جالو إلى بئر زيغن إلى الجوف. وفي 28 من يناير من عام 1931 سقطت الكفرة في أيدي الغزاة، وكان لسقوط الكفرة آثار كبيرة على حركة الجهاد والمقاومة. معركة أم الشافتير عقيرة الدم. لقد استمر المجاهدون في الجبل الأخضر يشنون الهجمات على القوات الإيطالية، وحققوا انتصارات رائعة، من أشهرها موقعة يوم الرحيبة بتاريخ عام 1927 جنوب شرقي المرج. ووقعت بعد معركة الرحيبة معارك ضارية في بئر الزيتون عام 1927 وراس الجلاز عام 1927. أراد الإيطاليون أن ينتقموا لقتلاهم في معركة الرحيبة، فشرعت تعد العدة للانتقام لقتلاها الضباط الستة وأعوانهم المرتزقة البالغ عددهم 312 في محاولة لإعادة معنوياتهم المنهارة نتيجة لتلك الهزيمة الساحقة. تم إعداد الجيوش الجرارة لتتخذ من الجبل الأخضر قاعدة لها على النحو التالي: الجنرال مازيتي القائد العام للقوات الإيطالية قائدا لإحدى الفرق فوق الجبل الأخضر، ومن مراوة 4 فرق أرترية، فرقة ليبية، 4 فرق خيالة، فرقة سيارات مصفحة، ويضاف إلى تلك الاستعدادات سلاح الطيران الذي انطلق من قواعده. لقد كانت قوات الإيطاليين ضخمة مما تدلنا على خوفهم ورهبتهم من قوات المجاهدين. كان عدد المجاهدين ما بين 1500 إلى 2000 مجاهد، منهم حوالي 25% من سلاح الفرسان، ويرافقهم حوالي 12,000 جمل، وما يثقل تحركاتهم من النساء والأطفال والشيوخ والأثاث. علمت إيطاليا بواسطة جواسيسها بموقع المجاهدين في عقيرة أم الشفاتير، فأرادت أن تحكم الطوق على المجاهدين، فزحفت القوات الإيطالية نحو العقيرة بعد مسيرة دامت يومين كاملين، واستطاعت أن تضرب حصارا حول المجاهدين من 3 جهات وبقوات جرارة تكونت من حوالي 2000 بغل و5000 جندي و1000 جمل، بالإضافة إلى السيارات المصفحة والناقلة. علم المجاهدون بذلك وأخذوا يعدون العدة لملاقاة العدو، فأعدوا خطة حربية وقاموا بحفر الخنادق حول أطراف المنخفض ليستتر بها المجاهدون، وخنادق أخرى لتحتمي بها الأسر من نساء وأطفال وشيوخ. وتم ترتيب المجاهدين على شكل مجموعات حسب انتمائهم القبلي، ووضعت أسر كل قبيلة خلف رجالها المقاتلين. وكان قائد تلك المعركة التقي الزاهد الورع الشيخ حسين الجويفي البرعصي، وكان عمر المختار من ضمن الموجودين في تلك المعركة. كان الشيخ حسين الجويفي ممن تجرد للجهاد في سبيل الله وطلب رحمة الله تعالى،
وكان يقول: أنا لا أريد قيادة ولا منصبا، بل أريد جهادا رغبة في ثواب الله تعالى. كان ذلك الصنديد محل تقدير من قبل إخوانه. قال في حقه قائده الأعلى عمر المختار عقب استشهاده: أتذكر حسين الجويفي عند اللقاء مع العدو أو عند قراءة القرآن الكريم وقت الورد. كما عرف عنه أنه لم يبرح فرسه يوما أثناء المعركة لينال من أسلاب العدو، بل يتركها للمجاهدين لعفته وقناعته بما يملك من أموال ومواشي. لقد أسندت إليه قيادة المعركة لمعرفته بشعاب ودروب المنطقة التي كان يسكنها، مع كونه أحد قادة الجهاد وأحد المستشاري لعمر المختار وقائم مقام البراعصة والدرس في فترة سابقة. فكان في تلك المعركة فوق جواده يجوب الميمن والميسر والقلب، وهو عاري الرأس لا يخشى الموت، يوزع صناديق الذخيرة على المقاتلين تارة ويطلق عبارات التشجيع مرة أخرى، ويقوم بتحريك جبهات القتال وتنظيم هجمات المجاهدين وترتيب صفوفهم. وسقط الشهداء واشتدت المعركة وارتفعت درجة حرارة البنادق بسبب استمرار إطلاق العيارات النارية، واستعمل المجاهدون الخرق البالية لتقيهم حرارة مواسير البنادق التي لا تطيقها يد المجاهد. وكان بعض المجاهدين يملك بندقيتين يستعمل الواحدة مدة ثم يتركها حتى تبرد ويتناول الأخرى. وخصص القائد حسين فرقة من المجاهدين للتصدي للمصفحات المهاجمة من الجنوب، وعددها 30 مصفحة. ولعب كومندار طابور المعية المجاهد سعد العبد السوداني دورا بارزا، وأظهر شجاعة نادرة بأن قاد تلك الفرقة المواجهة للمصفحات الإيطالية، وتمكن من تدمير أغلبها مع رجاله. وانتزع المجاهد رمضان العبيدي العلم الإيطالي من على إحدى المصفحات، وبدأ الجيش الإيطالي في التقهقر، ودخل الرعب نفوس ضباطه وجنوده الذين وجدوا فرصة الحياة في الهروب بالرغم من قصف الطائرات، إلا أن الإيمان القوي واحتساب الأجر عند الله كان دافعا مهما لدى المجاهدين. كانت خسائر المجاهدين في الأرواح 200 شهيد، من بينهم القائم مقام محمد بونجوى المسماري الذي استشهد في اليوم الثالث إثر إصابته بجرح مميت، وكانت له مكانة عظيمة في نفوس المجاهدين. ووالد زوجة عمر المختار الذي بكاه بكاء حارا، وقال بعد أن سمع باستشهاده: راح الكل يا عين، الجيران وأصحاب الغلا. واستشهد كل من جبريل العوامي و6 من قبيلة العوامة، ومحمد بومعير الدرسي والشلح الدرسي ومحمد الصغير البرعصي. وفقد المجاهدون في تلك المعركة عددا كبيرا من الإبل والمواشي، وتم حرق بعض الخيام من جراء الغارات الجوية. ومكث المجاهدون طيلة الليل يدفنون الشهداء وينقلون الجرحى، وقبل بزوغ الفجر رحلوا عن ذلك الموقع بهدف الإعداد والاستعداد للقاء العدو في موقع جديد من مواقع القتال. وأصبحت القوات الإيطالية كما يقول تيروستي أصبحت الآن منهوكة القوى، تخور إعياء من شدة المعارك المستمرة منذ فترة طويلة دون توقف. نتائج المعركة. كانت معركة أم الشفاتير بداية نقطة فاصلة في اتباع استراتيجية جديدة عند عمر المختار، وهي ضرورة إعادة تنظيم المجاهدين على هيئة فرق صغيرة تلتحم مع العدو عند الضرورة وتشغله في أغلب الأوقات، مما يقلل في عدد الشهداء أثناء المعارك ويلحق الخسائر الفادحة بالأعداء وفق التكتيك الجديد لحرب العصابات: اهجم في الوقت المناسب وانسحب عند الضرورة. لمح عمر المختار بنظره الثاقب ملامح السياسة الفاشستية الجديدة، وهي الإبادة والتدمير للمصالح والرجال، فاتخذ إجراءات ترحيل النساء والأطفال والشيوخ إلى السلوم لحمايتهم من الغارات الجوية الإيطالية وتيسيرا لسهولة تحرك المجاهدين وفق ما يتطلبه الموقف الجديد. كما سمح لأحد الأخوين بالهجرة للمحافظة على وريث لهما فيما بعد، حتى يكون دائما هناك من يطالب بحقوقه ويزعج المستعمرين الطليان. أيقن الإيطاليون أنه لا جدوى من الاستمرار في العمليات العسكرية ضد المجاهدين، مما كان سببا في توقفها طيلة سنة 1928. لقد تحققت لموسوليني ما قاله من قبل: إننا لا نحارب ذئابا كما يقول جراتسياني، بل نحارب أسودا يدافعون بشجاعة عن بلادهم. إن أمد الحرب سيكون طويلا.
عمر المختار في الأسر. كم يوما ستحتاج لترتيب استسلام رجالك؟ نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها النهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه. أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي. في معركة الثانية في شهر أكتوبر من عام 1930 سقطت من الشيخ عمر المختار نظارته، وعندما وجدها أحد جنود الإيطاليين أوصلها إلى قيادته، فرآها غراتسياني فقال: الآن أصبحت لدينا النظارة وسيتبعها الرأس يوما ما. وفي 11 من سبتمبر من عام 1931، وبينما كان الشيخ عمر المختار يستطلع منطقة سلنطة في الجبل الأخضر في كوكبة من فرسانه، عرفت الحاميات الإيطالية بمكانه فأرسلت قوات لحصاره، ولحقتها تعزيزات، واشتبك الفريقان في وادي بوطاقة، ورجحت الكفة للعدو، فأمر عمر المختار بفك الطوق والتفرق، ولكن قتلت فرسه تحته وسقطت على يده، مما شل حركته نهائيا، فلم يتمكن من تخليص نفسه، ولم يستطع تناول بندقيته ليدافع عن نفسه، فسرعان ما حاصره العدو من كل الجهات وتعرفوا على شخصيته، فنقل على الفور إلى مرسى سوسة في الجبل الأخضر، ومن ثم وضع على طراد، نوع من السفن الحربية السريعة، نقله رأسا إلى بنغازي، حيث أودع السجن الكبير بمنطقة سيدي أخريبيش. ولم يستطع الطليان نقل الشيخ برا لخوفهم من تعرض المجاهدين لهم في محاولة لتخليص قائدهم. كان لاعتقاله في صفوف العدو صدى كبير، حتى إن غراتسياني لم يصدق ذلك في بادئ الأمر، وكان غراتسياني في روما حينها كئيبا حزينا منهار الأعصاب في طريقه إلى باريس للاستجمام والراحة، وذلك هربا من الساحة بعد فشله في القضاء على المجاهدين في الجبل الأخضر، حيث بدأت الأقلام اللاذعة في إيطاليا تنال منه، والانتقادات المرة تأتيه من رفاقه مشككة في مقدرته على إدارة الصراع، وإذا بالقدر يلعب دوره ويتلقى برقية مستعجلة من بنغازي مفادها أن عدوه اللدود عمر المختار وراء القضبان. فأصيب غراتسياني بحالة هستيرية كاد لا يصدق الخبر، فتارة يجلس على مقعده، وتارة يقوم، وأخرى يخرج متمشيا على قدميه محدثا نفسه بصوت عال، ويشير بيديه ويقول: صحيح قبضوا على عمر المختار؟ ويرد على نفسه: لا أعتقد. ولم يسترح باله، فقرر إلغاء إجازته، واستقل طائرة خاصة وهبط في بنغازي في اليوم نفسه، وطلب إحضار عمر المختار إلى مكتبه لكي يراه بأم عينه. الأسد أسيرا. وصل غراتسياني إلى بنغازي في 14 من سبتمبر، وأعلن انعقاد المحكمة الخاصة يوم 15 من سبتمبر من عام 1931. وفي صبيحة ذلك اليوم وقبل المحاكمة رغب غراتسياني في الحديث مع عمر المختار. يذكر غراتسياني في كتابه برق المهدأ: وعندما حضر أمام مكتبي تهيأ لي أن أرى فيه شخصية آلاف المرابطين الذين التقيت بهم أثناء قيامي بالحروب الصحراوية، يداه مكبلتان بالسلاسل رغم الكسور والجروح التي أصيب بها أثناء المعركة، وكان وجهه مضغوطا لأنه كان مغطيا رأسه بالجرد، ويجر نفسه بصعوبة نظرا لتعبه أثناء السفر بالبحر. وبالإجمال يخيل لي أن الذي يقف أمامي رجل ليس كالرجال، له منظره وهيبته، رغم أنه يشعر بمرارة الأسر. ها هو واقف أمام مكتبي، نسأله ويجيب بصوت هادئ وواضح: غراتسياني، لماذا حاربت بشدة متواصلة الحكومة الفاشستية؟ أجاب الشيخ: من أجل ديني ووطني. غراتسياني: ما الذي كان في اعتقادك الوصول إليه؟ فأجاب الشيخ: لا شيء إلا طردكم، لأنكم مغتصبون، أما الحرب فهي فرض علينا، وما النصر إلا من عند الله. غراتسياني: لما لك من نفوذ وجاه؟ في كم يوم يمكنك أن تأمر الثوار بأن يخضعوا لحكمنا ويسلموا أسلحتهم؟ فأجاب الشيخ: لا يمكنني أن أعمل أي شيء، وبدون جدوى نحن الثوار سبق أن أقسمنا أن نموت كلنا الواحد بعد الآخر، ولا نسلم أو نلقي السلاح. ويستطرد غراتسياني حديثه. وعندما وقف ليتهيأ للانصراف كان جبينه وضاء،
كأن هالة من نور تحيط به، فارتعش قلبي من جلالة الموقف. أنا الذي خاض معارك الحروب العالمية والصحراوية، ولقبت بأسد الصحراء، ورغم هذا فقد كانت شفتاي ترتعشان، ولم أستطع أن أنطق بحرف واحد. فأنهيت المقابلة وأمرت بإرجاعه إلى السجن لتقديمه إلى المحاكمة في المساء. وعند وقوفه حاول أن يمد يده لمصافحتي، ولكنه لم يتمكن لأن يديه كانت مكبلة بالحديد. محاكمة عمر المختار. عقدت للشيخ الشهيد محكمة هزلية سورية في مركز إدارة الحزب الفاشستي ببنغازي مساء يوم الثلاثاء عند الساعة 5:15 في 15 من سبتمبر من عام 1931. وبعد ساعة تحديدا صدر منطوق الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت. عندما ترجم له الحكم قال الشيخ: إن الحكم إلا لله، لا حكمكم المزيف، إن لله الله إنا إليه راجعون. إعدام عمر المختار. في صباح اليوم التالي للمحاكمة الأربعاء 16 من سبتمبر من عام 1931 اتخذت جميع التدابير اللازمة بمركز سلوق لتنفيذ الحكم بإحضار جميع أقسام الجيش والميليشيا والطيران، وأحضر 20,000 من الأهالي وجميع المعتقلين السياسيين خصيصا من أماكن مختلفة، وذلك لمشاهدة تنفيذ الحكم في قائدهم. وأحضر الشيخ عمر المختار مكبل الأيدي وعلى وجهه ابتسامة الرضا بالقضاء والقدر، وبدأت الطائرات تحلق في السماء فوق المعتقلين بأزيز مجلجل حتى لا يتمكن عمر المختار من مخاطبتهم. وفي تمام الساعة 9 صباحا سلم الشيخ إلى الجلاد، وكان وجهه يتهلل استبشارا بالشهادة وكله ثبات وهدوء. فوضع حبل المشنقة في عنقه، وقيل عن بعض الناس الذين كانوا على مقربة منه إنه كان يؤذن في صوت خافت أذان الصلاة، والبعض قال إنه يتمتم بالآية الكريمة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ليجعلها مسك ختام حياته البطولية. وبعد دقائق صعدت روحه الطاهرة النقية إلى ربها تشكو إليه تعنت الظالمين وجور المستعمرين. سبق إعدام الشيخ أوامر شديدة الحزم بتعذيب وضرب كل من يبدي الحزن أو يظهر البكاء عند إعدام عمر المختار، ولكن علت أصوات الاحتجاج ولم تكبحها سياط الإيطاليين، فصرخت فاطمة داروها العبارية وندبت فجيعة الوطن عندما أعدم الشيخ، ووصفها الطليان بالمرأة التي كسرت جدار الصمت.